النهارده اغلاق باب القيد، ولكن نادي الهلال هيتعاقد مع صفقه مهاجم سوبر ستار بطلب من انزاجي. النهارده طبعا المفروض النهارده 10 سبتمبر اغلاق باب القيد، ولكن القيد مفتوح لغايه يوم 23 سبتمبر. يحق لاي نادي من انديه دوري ان هو يتعاقد مع اي مهاجم ويتم قيده لغايه يوم 23. اهم حاجه اللاعب بيكون لاعب ينضم لفريق الرديف، بحيث ان نادي الهلال يضم اللاعب ويقيده في فريق الرديف، وبعد كده اللاعب هيشارك مع الفريق الاول بشكل عادي جدا. طيب النهارده طبعا خيارات المدير الفني انزاجي بعد لما تم رفض طلب ان هو كان جاي له مهاجم برازيلي، رفضه، قال لك انا عايز مهاجم ايطالي. نادي الهلال توجه لنادي بولونيا الايطالي لضم المهاجم كاسترو، ولكن النهارده ومنذ قليل المدير الرياضي النادي بولونيا طلع اكد ان كاسترو لا، المهاجم الارجنتيني قال لك ان هو مستمر مع النادي وان هو لن يتم رحيله. الخيار الثاني لنادي الهلال هيكون المهاجم طبعا نادي انتر ميلان فرانشيسكو اسبيزاتو، طبعا مهاجم قوي جدا، مهاجم رائع جدا، واحد من افضل اللعيبه الايطاليين الصاعدين بسرعه الصاروخ في الكره الايطاليه. لعب مع نادي انتر ميلان الموسم الماضي 40 مباراه، 38 مباراة، سجل 20 هدف، صنع 4 أهداف، يتميز بالقوة البدنية العالية جدا، لاعب مميز جدا، التحركات بتاعته الطولية والعرضية مميز جدا، داخل الصندوق مهاجم هداف بالفطرة. أعتقد إن ده اللي إنزاجي محتاجه لدعم هجوم نادي الهلال. فنادي الهلال حاليا ده هيخش في المفاوضات وبقوة بعد ابتعاد كاسترو عن الانضمام. فاللاعب ده مهاجم مميز جدا، هيخدم خطة انزاجي اللي هي بتعتمد على 3-4-3 او 3-5-2، يقدر يخدم الخطة دي بشكل مميز جدا. يبقى نادي الهلال مفاوضات مع انتر لضم فرانشيسكو اسبيزيوتي، طبعا المهاجم بتاع انتر ميلان. اللاعب ده مواليد كام يا كابتن؟ 2005. نادي الهلال ممكن يتعاقد معاه النهارده، نادي الهلال ممكن يتعاقد معاه بكره، ممكن الاسبوع الجاي، معاك لغايه يوم 23 سبتمبر اغلاق باب القيد بالنسبه لفريق 21 او فريق الرديف في الدوري السعودي. يعني نادي الهلال ممكن يتعاقد مع 2 و3 و4 و5 و6. كل نادي يحق ليه ان هو يقيد 6 لعيبه، فريق 22 فريق 21 2 لعيبه، فريق 18 2 لعيبه، فريق 17 2 لعيبه، ويحق للست لعيبه دول ان هم يشاركوا مع الفريق الاول. اهم حاجه يتم قيد الست لعيبه في فريق الرديف. لو تم قيدهم طبعا هنا لما تجيب اللاعب وتأيده في فريق الاول يحق للمشاركه، ما تقيده في الفريق الرديف يحق للمشاركه مع الفريق الاول. لو ايدته في الفريق الاول لا، ما يحقش للمشاركه في فريق الرديف. اعتقد المعلومه وصلت. ونادي الهلال لو قدر يخطف اللاعب الايطالي اعتقد انه هيكون صفقه قويه جدا. ماركوس ليوناردو مستمر.